في افلام الاكشن بيبقى في حاجه صايعه قوي كده، ان انت تتفرج على الناس ازاي بتتفنن وهي بتقتل غيرها بطرق مختلفه. يعني عندك جون ويك مره قتل واحد بقلم وكتاب، جيسون بورن قتل واحد بقلم جاف، بطلنا بقى بارود في الفيلم ده بيقتل الناس ببومب العيد. ايه ده؟ شماريخ، الفيلم من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج عمرو سلام. وانا احب قوي الافلام اللي يبقى مؤلفها ومخرجها هو نفس الشخص، وده بيبقى حلو علشان بمنتهى البساطه ما حدش بقى يجي يقول لك لا والله اصل انا كنت كاتب مشهدين ما طلعوش، واحد يقول لك لا اصل المؤلف كان زنان فخلاني ازود حاجات معينه انا ما كنتش عايزها وما كانتش في وجهه نظري. خلونا كده نبدا بايجابيات الفيلم، وهي اكتر حاجه عجبتني بصراحه ان عمرو سلامه بيحاول يغير جلده. يعني احنا متعودين عليه ان هو راجل بيعمل لنا افلام دراميه، بيحاول دايما ياخدنا لمواضيع مختلفه زي التربيه، زي مثلا في موضوع اسماء اللي هو حاجات دراميه عنيفه، لكن ان انت فجاه تغير جلدك تماما زي ما عملت قبل كده في ما وراء الطبيعه، بس تحاول تروح لجانرا مختلفه تماما وهي الاكشن، يعني ده شابوه على هذا الاختيار. وهو اختيار جريء لان هو كمان حاول يبني عالم. هل العالم ده بقى زي بتاع جون ويك والافلام الاكشن اللي بره؟ ده هنجيله لما ندخل شويه في الفيديو. يمكن حاجه من الحاجات اللي عجبتني في بناء العالم ده هو كان فعلا استخدامهم للشماريخ والحاجات الفاير ووركس اللي بتطلع الوان المفروض ان هي حلوه جدا، ودي كانت علامه للناس اللي في الفيلم ده بالخطر. وحته الخطر دي كان دايما ممزوج معاها صوت طلق وضرب نار، فدايما بيحسسك كده انه في قلق اول لما بتلاقي الوان كتير على الشاشه. نيجي بقى للحته البصريه، هل الفيلم مبهر بصريا؟ انا من وجهه نظري انه لا، هي في مشهد واحد بس هو اللي مبهر بصريا، وهو التيزر اللي بيتعرض بقاله سنه ونص في السينما. طيب حاجه من الايجابيات اللي للاسف هتعتبر اخيره علشان هندخل في سلبيات الفيلم، وهو آسر ياسين. آسر ياسين يحسب له ان هو في الفيلم ده حاول يعمل تقريبا كل مشاهد الاكشن بنفسه، واعتقد تقريبا هو عملها كلها بنفسه. وحاجه كمان في ادائه كده ان هو كان عامل حته الراجل قتال القتله البارد بالشياكه، فطلع منه حلو. تعالى يا باشا بقى على السلبيات. ايه ده، معقوله هي دي ايجابيات الفيلم بس؟ وهقول لك ليه. احنا الفيلم ده انا بصراحه مش عارف هل هو تصنيفه اكشن، كوميدي، دراما، رومانسي، بس تعالى ناخدهم خط خط كده. نبدا بالخط اللي الفيلم متباع عليه ان هو فيلم اكشن وفي حاجه المفروض تبقى جديده. هل الاكشن بتاعه قدم لنا حاجه جديده بالنسبه للسينما المصريه؟ والاجابه هي لا، لانه رتم الاكشن في الفيلم ده بطيء جدا. يعني شفت آسر ياسين اللي انا لسه بقول لك بيعمل كل حاجه بنفسه، بس في شوت حاولوا يعملوه شبه بتاع اولد بوي كده، ان هو يبقى وان تيك. الريتم بطيء قوي. آسر ياسين بيضرب الناس بالراحه، يعني عارف تحسه واحد حافظ الحركات بس بيعملها بالراحه قوي. يا جدعان مفيش حد بيعمل كده في الحقيقه. وفي مشاهد الاكشن كان بيحصل حاجه غريبه جدا. المسدسات يا جماعه، انت المفروض آسر ياسين بيقوم ب 20 نفر مره واحده، المسدسات بتختفي لاسباب تافهه جدا، ويعني من غير ما نحرق اي حاجه، بس اللي هو عارف كاننا بنلعب استغماء، انا لمست الامه ما ينفعش نستخدم مسدسات وكده. ده احنا كده اتكلمنا على الاكشن بسرعه. خلاص يا سيدي، انت فيلم فيه 4 مشاهد اكشن، عايز تصنف نفسك دراما، يلا تعالى نروح هناك. الحبكه يا جماعه مقريه من اول ثانيه. انا قاعد انا وصاحبي في الفيلم قاعدين كل شويه نقول ده هيحصل، فجاه نلاقيه حصل. طب هو معاه دي، ده على فكره ده من النص الاول، طب هو معاه القطعه دي علشان نحل قطعه ثانيه. وكل الكلام مفيش اي خضه، حتى الخضات الدراميه اللي المفروض بقى تبقى ومبهره اتعملت في افلام اكشن من اوائل الالفينات، وكان ممكن تحسسنا تعلق اكتر شويه. مثال بسيط جدا، الفيلم ده فيه حته واللي هيشوفها في الاعلان هيحس ان هو شويه زي ابو علي، بس ابو علي الفرق اللي فيه ان منى زكي كان عندها الدافع ان هي تفضل لازقه مع كريم عبد العزيز لان هي متورطه معاه في حاجه. هنا لا، امينه خليل هي معاه بس عشان انت المفروض يبقى معاك بطل، احنا مقعدينها معاك كده. سيبك من الدراما، تعالى ناخد الخط الرومانسي. وهنا دي بس معلش انا عندي فيها لحظه لازم نتوقف. مش لازم كل فيلم يا جماعه واحد بيشوف واحده احنا حبينا بعض، لا مفيش الكلام ده، ما بيحصلش في الحقيقه والله. ومعلش في الظروف بتاعت الفيلم دي صعب جدا ان البطل والبطله يحبوا بعض، بس فجاه احنا اتخذنا في خط رومانسي. هل في حاجات وتاتشات رومانسيه؟ لا خالص. المشهد الرومانسي انا اسف يعني لو هنعتبر ان دي حرق، الوحيد هما الاثنين قاعدين بياكلوا عند عربيه سجق، نفس كده ابو علي لما كان بيعمل لها الكرشه كده. طيب ماشي يا محي، انت قلت دلوقتي ان كان في كذا شق، نيجي لاخر واحد الكوميديا، لان انا لقيت في ناس بتقول لك والله الفيلم فيه جانب كوميدي وضحكنا الكلام ده كله. انا دخلت الفيلم في حفله كان فيها ناس كتير، والمفروض بقى الحاجات البانش لاينز او اللي هي بقى دي رميه الافيه اللي هتموت الناس من الضحك، مفيش حد بيبتسم.
يعني حتى مفيش صوت اللي هو النفس ده، لا يا جماعه، الافيهات كلها بتتقال ببرود والتوقيت بتاعها ضعيف جدا. على قد ما الواحد شكر في آسر ياسين وحته ان هو وعمل مشاهد الاكشن بتاعته بنفسه وكان عامل حته بارده، بس انت ما اتعلقتش خالص بالشخصيه. يمكن جزء من ده ما يرجعش على آسر ياسين ويرجع على الكتابه بتاعت الشخصيه. الشخصيات في الفيلم كلها وان دايمنشنال، عارف انت اللي هو ده شرير عشان هو شرير، مفيش اي حاجه، مفيش حد انت تحس اللي هو والله لا، طب انا متعاطف مع ده، انا متعاطف مع دي، طب انا عايز اشوف ده اكتر على الشاشه. بالنسبه لك كله سيان. ونيجي لحاجه انا كنت متخوف لها بس انا بحب دايما الفرص التانيه، وهو ادم الشرقاوي. ادم الشرقاوي كان هو الشرير او الفيلن بتاع هذا الفيلم. طب عمل ايه بقى؟ هل عمل دور قوي؟ والله انا من وجهه نظري الصفات والخصلات اللي هم حاطينها للشخصيه بتاعته، اللي هو التاتو بقصه الشعر كده، هي دي حاجه تحسها جوكر قوي او جارد ليتو قوي او جيسون ماموا في فيلم فاست اند فيوريوس الاخير. طب هل هو استغل ده وكان عنده كاريزما؟ والله انا في اول مشهدين 3 كنت بدات اشتريه، لحد اما كان فيه مشهد ما بينه وما بين هدى المفتي وهو بيقول لها الجوازه مش هينفع. رجعنا تاني للعربي المكسر يا جماعه. لا ده مفيش بقى المفروض شرير ومدور عصابات وناس وكلمهم كده هيقولوا بس امشي يلا امشي يلا من هنا، ايه الكلام ده؟ ده كان بالنسبه للاداءات. خلينا بقى نروح للحته البصريه، زي ما قلت لكم هنحتاج نرجع لها تاني قدام. غير المشهد اللي محطوط في التيزر اللي هو آسر ياسين بيضرب بالشمروخ ده من على عربيه من بعيد، ده احلى مشهد. فانت يا باشا اتفرج على التيزر وريح نفسك، لانه باقي الحاجات هي مؤذيه جدا للعين، او مش مؤذيه، هي متعبه للعين. باين قوي ان في CGI، وباين قوي انه في جرافيكس، وحتى الالوان اللي المفروض تبقى مبهجه وتبقى عامله مود للفيلم تحسها مطفيه. عكس مثلا مشهد بتاع هارلي كوين في بيردز اوف براي، الفيلم ده لما هي، مع ان الفيلم ده فاشل جدا، بس في مشهد لو هي ماسكه العصايه بتاعت البيسبول وعماله تضرب الناس وينفجروا ويطلعوا الوان، انا قلت طيب حلو، ممكن يكون الفيلم واخد انسبيريشن من الكلام ده، هيعمل حاجه شبهه وهيعمل حاجه كده. لكن لا خالص يا جماعه. وفي مشهد في اول ربع ساعه في الفيلم كده، مخزن ونار بتنفجر، النار شكلها كرتوني قوي. طب والله لو احنا مش عارفين نعملها مفيش مشكله، ده مش عيب على فكره، خلاص اعمل نار من بعيد واحنا هنجمع ان الناس هربت. وفي الاخر ده كان رايي انا في فيلم شماريخ، وانا هديله، لو محتاجين نديله تقييم يعني بارقام علشان الموضوع يبقى مرضي، هديله 4 من 10. وفعلا كنت اتمنى ان انا اشوف حاجه اقوى من كده لعمرو سلامه، خصوصا ان هو ما بقاش فيه صناع سينما كتير قوي في مصر، يعتبر غيره هو ومروان حامد وكان مخرج تاني، بس ما فيش اسامي كتير. ففكره ان انت تبقى مستني فيلم المخرج مصري دي حاجه بقت قليله قوي. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وقولوا لي عايزين نتكلم في ايه تاني كافلام من ناحيه الريفيوهات. وانا عامه الفتره اللي جايه ناوي اعمل افكار تانية غير الريفيوهات، ممكن بقى زي فكره اول لما عملنا القناه خالص بريكنج باد فيرسس جيم اوف ثرونز، الحاجات اللي ضد بعض، حاجات تانية، فياريت تقولوا لي، واستنى رايكم واشوفكم في حلقه جديده، وشكرا.